عاملين ايه؟ تعالوا نحضر كول سلو بتاع كنتاكي بنفس الدريسنج كريمي ونفس طعم كنتاكي بالظبط، وهنحضر بعده كمان صوص الجبنه اللي بيتقدم في افضل مطاعم الفرايد تشيكن. والوصفه اللي هنبدا بيها هتكون كول سلو كنتاكي الاصلي مع نفس الدريسنج كريمي بتاع كنتاكي، وهنعمل لها تويست باضافه كرنب احمر هيودي الطعم في حته تانية. في البدايه بشيل الجزء الناشف ده اللي بيكون في الكروم، بعد كده ببتدي ان انا اما ان انا ابشره او اقطعه بشكل شرايح، او حتى اسهل حاجه ان انا بنحضره في محضره الطعام. نفس الكلام بعمله مع الكرومب الاحمر، وابتدي ان انا ابشره وابتدي ان انا اعمله قطع اصغر من الكرومب الابيض لان ده بيكون انشف منه شويه. بعد كده اخدت جزره متوسطه قشرتها ونضفتها كويس جدا، وابتديت ان انا ابشرها في المبشره بالشكل ده. بعد كده بعد ما ضفت كل مكونات السلطه بتاعتي في البوله اللي انا هعملها فيها، ببتدي ان انا ارش عليها رشه خفيفه جدا من الملح، بحيث ان الكرومب يبتدي يطرى شويه وينزل الميه بتاعته. وطبعا بعدها مش بضيف اي ملح خالص، ده بس بتكون كميه الملح اللي انا بضيفها، ومش بضيف ملح تاني في الدريسنج خالص. وابتدي ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا، وبسيبه بس على جنب كده لمده حوالي 10 دقائق. بعدها بنبتدي اننا نحضر الدريسنج، واللي بالظبط كان نفس الطعم بتاع كي اف سي بالظبط، اوعدكم هتعتمدوه. ضفت تلت كوبايه من المايونيز، وابتديت بعدها ان انا اضيف عليها حوالي معلقه ونص من العسل. وطبعا لو مش حابين تضيفوا العسل او هو مش متوفر، تقدروا ان انتوا تستبدلوه بالسكر، بس اضافه العسل هي اللي بتفرق قوي فيها. يعني انا جربتها قبل كده اكتر من مره بالسكر، بس العسل خلاها بالظبط نفس طعم كي اف سي. بعدها ابتديت ان انا اضيف عليها معلقتين كبار من الزبادي. ابتديت ان انا اقلب الميكس ده كويس جدا بعد ما ضفت عليه حوالي نص كوبايه من الحليب، وضفت عليهم حوالي ربع معلقه صغيره من الخل. وهنا اختياري اما ان انتوا تضيفوا عصير نص ليمونه، او ان انتوا تضيفوا معلقتين من عصير البرتقال، بس بصراحه عصير البرتقال اداها طعم حلو جدا. وبنبتدي نقلب الدريسنج ده كويس جدا لغايه ما بيوصل للقوام الكريمي بالشكل ده. بعد كده بنضيفه على السلطه، ولازم تتاكدوا ان كميه الدريسنج مناسبه لكميه السلطه اللي انتوا عاملينها. يعني لو انتوا زودتوا في المقدار، مثلا ضعفتوا المقدار، بتبتدوا بعدها ان انتوا تضاعفوا كميه الدريسنج. عملتوا النص بتاع المقدار، بتقللوا كميه الدريسنج. بعد كده بنقلبهم مع بعض كويس جدا، وببتدي بعدها ان انا اغطيها واحطها في التلاجة على الاقل لمده ساعتين. وده كان شكلها بعد ساعتين بالظبط جوه التلاجة. ابتديت ان انا اطلعها، وابتديت ان انا افضيها في الاطباق بتاعتي. طبعا احلى اضافه جنب الفرايد تشيكن، جنب الشاورما، جنب اكلات كتيره قوي. وتاني وصفه هنعملها هتكون صوص الجبنه اللي بيتقدم مع الفرايد تشيكن. هنحضره بالظبط على نفس طريقه المطاعم، ويطلع كريمي جدا. اللي بيتقدم في المطاعم مع الفرايد تشيكن طعمه خطير، وهنعمله في البيت باسهل طريقه. استخدمت كوبايه من الحليب كامل الدسم، وضفت عليها مكعب من الزبده، وابتديت ان انا ارفعهم على النار لغايه ما سخن. بعد كده ضفت عليهم كوبايه من الجبنه التشيدر الحمراء. والسر في طعم الجبنه اللي في الجار اللي بنجيبه من طعم الفرايد تشيكن بتكون معلقه من طعم الجبنه. بنبتدي اننا نضيفها، وطبعا اذا هتضيفوها ما بنضيفش بعدها ملح لان هي بتكون فيها الملح بتاعها، ولو مش هتضيفوها بتضيفي ربع معلقه من الملح. بعد كده ضفت معاهم ربع معلقه صغيره من البابريكا المدخنه. لو حابين اللون يكون اورنج اكتر، بتضيفوا اكتر من ربع معلقه، بتضيفوا تقريبا نص معلقه. وهنا ضفت معلقه من النشا، وضفت عليها حوالي ربع كوبايه من الحليب. ابتديت ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا، وبعد ما اتاكدت ان النشا دابت تماما، ابتديت ان انا اضيفه على الميكس بتاع الحليب والجبنه، وابتديت ان انا ارفعه على النار مره كمان. وهنا لو حابين اللون يكون اصفر نفس اللون بتاع الجار اللي بنجيبه من مطاعم الفرايد تشيكن، بتقدروا تضيفوا عليه ربع معلقه صغيره من لون طعام. وشوفوا قد ايه القوام كريمي وكان طعمه خطير. وطبعا بتقدروا تستخدموه مع الفرايد تشيكن والفرايز ومع اطعمه كتير قوي. اتمنى انكم تجربوه، وقولوا لي في الكومنتس رايكم فيه.